بس هذا كلش كبير. بالشغلة مشتدة كلش. نسوي لهم كمية تعال من عبد الله كلاسيك، طاني اياها من كنا بالرحلة. شباب ديك حية طبت بالهاية، بعد ذيلها هذا طالع، شفته؟ ذيلها هذا طالع بعده. اليوم خلطة غريبة اليوم راح نسوي. خليت لهم شوفان وظلت مال دجاج، نروح شوي نخلي له مي من النهر حتى يكون بيه زفر، وان شاء الله تصير العلفة مضبوطة بعد. يا الله بسم الله. ما يحب ميه هو غاير طبعا. الفرات هسه شوف المي مالته مو مثل دجلة جاري كلش قوي، صح جاري يعني بس زين، فراح اشمر قريب حتى بمكانه يفرش العلفة، تفرش بمكانها يعني. بس اعتقد هيجي خليها شوية بعد. وانا هم عندي علف جاهز، عندي ذرة، شوف ياهو اللي يمشي عندنا نسوي. هذا عندنا فيدر اكو، هذا بالقفص مضبوط. اي هذا بس اذا نطلع فيدر هذا بالقفص، هذا العلفة ببطنه تطول يعني ما تطلع بسرعة، نفس الوقت هو مضبوط بهواية سنارات. ها راح اخلي له الذرة، هي طبعا طبيعية هاي مو صناعية، بس تجي بعد الريحة مالتها كلش قوية. أنا تجيب لي هذا الدود، طبعا رحنا طلعنا دود من القاع، دود طبيعي. نريد نشكل. مسوين تلاحم. يشكل الزين. هسه شو نسوي؟ نخلي ببطنه علف. هذا شو صفارغ؟ ياهو اي هذا هسه نخلي بيه. خل اجيب لك الذرة الصفرة مو الحمراء. يلا خلينا نخلي واحدة صفرة هنين. هذا تشكيلة للحبايب. توصي مشكل مشاوي، هو هذا مشكل هسه هذا. بس وين راح نختاره؟ اللي نختاره هاي الحلوة هاي. يلا نقول بسم الله. انس حضر لي جرس من الصندوق. بسم الله.
وراح اخلي لها روبيان. هاي بس للاعزاز طبعا. السنارة مالتها تصير فافون. هاي من ارقى السنارات طبعا. شوف لنا فد واحد توصاه. هذا شوف شلون معدل، بس هذا كلش كبير. اكو اصغر شوي كذا. اي شوي اصغر. هذا شو نسوي احنا؟ نشيل الديل مالته. والمفروض الراس بس راح اخليه حتى شنو يجذب انظار. خلي منه يمشي ويا الشخص ولا يبين. يلا هاي راح اشمرها شوي بعيدة هالمرة. نخليها على هاي النخلة ما يحتاج ستاند. ما شاء الله المكان كلش حلو هادي معزول عن البشرية. بعد نجهز هاي الحلوة همين. هم نشوف شو نسوي لها من هاي السوالف اللي عندنا هنا. شو نحط نخلي لها هاي شبكة. لا بس هاي ما اعرف المكان، اخاف تروح تشلب. خلي لها هذا بالمروحة. لحد الآن ما متريقين احنا. اول شغلة خلنا نسوي شاي. نسقها هاي هيك على مود الهواء. هاي الامور توب هسه. اشتغل صحيح. شو نسوي هسه؟ نكرم الطماطم. ما اقول لكم اني كل طلعة انسالي شغلة. هسه اليوم شو نسيت؟ نسيت التختة، نسيت الطاوة. هاي طبعا بالطريق طبقنا واشترينا طاوة. يعني نسيتهم الصراحة. يعني مسافة بعيدة، مو بعيدة يعني عن بيتنا عن بغداد تقريبا ساعتين، بس تسوى صراحة. يسوى الطريق. يعني أنا مفكر أجي هنا الجاية الثانية أجي أخيم، يعني أبات هنا نصب الخيمة الثانية ذيك. احتمال أجيب الأهل وياي ونبات. يعني خميس على جمعة الأجواء بالليل تخبل هنا. هذا نهر الفرات يختلف يعني عن دجلة. طبعا دجلة شفتوه شلون صاير جوزي خابط كلش وجاري جريانه كلش قوي. ان شاء الله اذا الله كاتب لنا نصيد نصيد، الله ما كاتب لنا بعد احنا جينا المهم واستمتعنا. شباب النوغاد الجو ربيع، يعني اجواء كلش حلوه. اللي يريد يدور مكانات يلقى هوايه، يعني مكانات حلوه حتى اذا مو بالشمال. يعني قريب على بغداد، ببغداد اكو مناطق يم الجزيره. والله انا اشوف هوايه مكانات حلوه. هسه شو نسوي؟ قبل شوي حتى لان هذا راح يفور شو نسوي؟ نسده وبعدين نبلش بشنو؟ خليه يتهدى على كيف. هسه شو نسوي؟ نجيب طاوة نعلي النار شوي.
جيب الشغلة مشتدة كلش. هكذا. هاي بطة، هاي بطة مال مي ضربت الخيط. انتو بعد بكيفكم تحبون هيك مكانات اطلعوا، ما تحبون كيفكم، ماكو شي يجي بالساهل. تريد تتعب تطلع تدور تلقي، بس انتو هم لا تنسونا بالشوية تفاعلكم، تعليقات، شوية اشتراكات حتى نبقى نستمر. واذا ما تريدون هيك فيديوهات ما تعجبكم كل شي لا تسوون براحتكم. اللي يريد يراسلني او يدز لي التعليق ادز له الموقع مال المكان هذا. اي واحد يعجبه الموقع او المكان ادز له اللوكيشن، ماكو مشكلة. احنا نريد الكل تستفاد. يلا حبايبي يسهمكم العافية ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت بعيد عن هذا الشمبلان شوية مزعج. طبعا قلت خل اروح اكو هنا طالع من هذا النهر اكو شلون البزل، قلت خل اجرب واشمر بيه بالله. شنو رايكم الصيد بهيج مكان؟ هو واقف بس شنو هم طالع منه، ما خسراني شي. في دار ينزل بمكانه، واذا الله قاس منا نصيد تفوت وحده منا جوعانه فد شي هيك، بس ما راح اشمر بعيد هيك اللي قدام شوي. شو تقولون وين يلا هنا. خليه هيك. شو نسوي؟ حط له الجرس. اها نقطة هيك، خلي له جرس ونشوف عاد. والامور هناك لوز اللوز. ما اقولكم طبعا الجواميس عبران علينا. هاك شوفوا هاي، تعال راح تعوف ربوحها النوبة من ورانا. شوف تدور عليهم شباب. وبما انه المي صافي فقلت خل اشمر الكاميرا نشوف شكو ماكو جوا بيها. والله يا شباب نفس الشي، لا احس ولا خبر. نحول على ذيك الجهة. والله شباب قلت اذبها هنا، صح هي بيها مجازفة بس اني اموت على المجازفات. خلينا نجرب نشمرها. والله كريم والله.
شلبت علامات بالواير. خلنا نعيد الشمرة. تشلب لا زين، هو هذا الزرع خفيف. يلا نعيدها. 1 2 3. الله مو بعيدة. نريدها بذيك المساحة اللي ما بيها زرع، اريدها تنزل هالمرة. اوكي يا الله. الله حلو. نشوف والله يبين يمكن. أول ما ذبيناها شوية صار تراب وهسه يصفى المي. نشوف شنو الموضوع. والله خلينا نطفي الكاميرا. واحنا قاعدين فانتبهنا انه اكو ورانا بستان نفسه صاحب القاع اللي بيها احنا هو نفسه صاحبها. فقلت له خلي انس نروح نستكشفها وهم نصيد. صراحة انا غدا كل شي ما جايب. قلت لو اصيد سمك اذا ماكو ويمكن راح اصيد طبانة اشويها وناكلها اني وانس. بس ما ادري انس يتقبل او لا. شوفوا هذا الافطار وياي يا شباب. عبالك واقف فيديو وشوف من هنا. بس هذا اكيد سام مو. اي مو بس سام معطب اصلا. بعد قد منه هنا. هاي من هاي المطرة طلع. يلا خلينا ننطلق ونشوف شكو ماكو بهذيك المزرعة. هاي دخلنا البستان والله ما شاء الله كلش حلو. شوف الورد ما شاء الله شلون جمال شلون خطية. الشمس بعدها ما طالعة قبلته. هذا فايض هنا الا ما هي لازم نطلع. يابا الريحة يا شباب مدى تشتموها فد شي تخبر ريحتها. شوف كل وحدة شكل سبحان الله شلون جمال. شوف الريحة هنا قد قوية. مال قداح عبالك. اي والله هذا القداح. هذا القداح تعرفون شلون الريحة بيه طيبة مو؟ ما اريد اقطعها بس اريد اشتمها. تخبر ريحتها. يعني على اساس اصيد اريد. ها المصيادة. طبعا هي مو ذيك القيمة بس قيمتها المعنوية كلش عالية عندي. هدية من شخص عزيز طاني اياها. من عبد الله كلاسيك طاني اياها من كنا بالرحلة. فاعتز بيها كلش انا ما اطلعها يعني بس اليوم هيك صارت صدفة هي شايلها وياي دائما. مثل ما قلت لكم انا على اساس انه اصيد بس الصراحة ما يهلي اضرب الطيور يعني خطية. هيك انقهر عليها يعني. بس يعني اذا لقيت شي واستوت الشغلة واكل ماكو لا والله اعذرونا شباب. اتخذ اجراء بيهن يعني. شو نسوي بعد واحد خما وكتلة جاية مو حرام حلال. شنو هاي ما شاء الله بعد هنا شلون جمال. هاي طبعا ما شاء الله شوف شلون كبيرة. كأنها دجاجة بس هي بعدك بعد عنها 200 متر تطير تنهزم كلش نشرة تعتبر. الا بكسرية تفيدها. هنا يمكن نازلات على ماي شي شوف هاي نازلات هنا. عارت
بس ما حتى إذا تضربها ما راح توقع. توقع. خوش كرسي مسوي. تعال. شنو؟ حية. وينها؟ وينها؟ شباب ذيك حية طبت بالهاية. بعد ذيلها هذا طالع. شفته؟ ذيلها هذا طالع بعده. هذا دخل. ياخذ ذيلها طالع. والله نسيت شوف هسه أشر لك عليه. هذا شوف ذيلها طالع. لا ترى بس ضربي توديه وحدة في قلبي. باكت يعني هذا ذيلها. طين شباب هذا ذيلها شوفوا. شنو السالفة؟ هذا اسحبها؟ طبت جوه. طبعا ماكو بس اوصل مكان تطيرن الطيور، فقلت ايش راح اسوي؟ راح نقعد جوا شجره ونظل نسويها هدوء ونسوي لهم كمين. تعال هذا خوش مكان، بس انا اقول لك خاف تطلع لنا حيه النوم. اي مو امان. يلا اقعد هنا. طبعا ابوي ضرب غرابه بعينه بس ما يقبل يقول. لا والله عمي فاتت من يوم راسي. ضوجني. هذا دي يصيح يقول ليش تضربني؟ تعال اوقف دا امسك بوحده. والله رجعنا وماكو شيء. يعني يراد لها خلق ولازم تقعد وتختلي بمكان وتطول. أنا ما عندي وقت لهذا الموضوع يعني. ترى مكاننا حلو مو قاصر. مو شو تقولون؟ كتبوا لنا بالتعليقات والله عجبكم المكان لو لا. شو تقولون ارجع هنا اخيم بيه وابات يوم كامل بهذا المكان لو لا؟ شنو رايكم؟ يابا طلبت هسه نسكافيه الشغله، الجو يخبل بارد ومغيم. صح هو صيد ماكو لان هذا الزرع مو طبيعي، هذا الشمبلان ما اعرف يسموه. كل ما اشمر الشوص يطلع لي كفشه وياه. هسه اراويكم واحده منهم. فماكو يعني صيد، بس الحمد لله احنا اهم شيء عندي المكان، الاجواء، النظافه، الخضار مثل ما شفتوا. هسه شويه شمس خفت صار يخبل المنظر. هاي شوفوا شباب، هاي كل ما اسحب هاي الوضعيه، لا يبين شوص ولا يبين طعم ولا يبين فيدر. النهر مليان. بس شو نسوي؟ يلا هاي ممكن. ومزعج بالفتح لو عادي؟ لا كلش سهل. ها شوف خفيف. ايه كلش، هو كأنه شعر عبالك. بس مزعج، ما يخلي لا يبين اكل ولا يبين شيء. شباب وما ننسى نكمل جولتنا اليوم، ناخذ لنا فره بالمي ويا اخونا السائق الله يحفظه امور الورد. امير دعمك. وانا همين قاعد هنا، وهاي الشباب همين كلهم قاعدين. اوه اجواء عالميه.
شباب والله المنظر خيالي والاجواء رهيبه. هذا صراحة المقطع. بابا هذا شباب اللي هنا وانتهى الفيديو، راح انهيه من احلى مكان، وان شاء الله تكونوا استمتعتم، ولا تنسونا بالدعم واللايك والشير والتعليق الحلو مثلكم.